حبيبي، أول شيء اللي سابب مبين، هذا هو بالفيديو، اسمه جدعان أبو فخر، يعني باسمه الثلاثي وموجود بنجران، وهذول تسجيلاته كلهم موجودين، يعني مش بعيد ومش مخبى الزلمة. عرفت شو الفكرة؟ فاللي بده يحكي عن حاله، اللي مستعد واللي بده ينشر تسجيل واللي بده يقول بده يكون قد تسجيله بده ينشره بده يتحمل مسؤوليته. والله لو ناشره أنا كفؤاد مراد لهالمنشور هسه بطلع بفيديو، أنا ما بتفرق عندي يعني، بس هو مش ما يجي ينتسب لإلي. يعني بنقول لك المجموعة مخترقة بتيجي بتقول اسمه؟ يا زلمه شو هالمنطق تبع ربك لك فؤاد؟ بحياة عرضك يا زلمه، شو هالمنطق هذا يا زلمه؟ من شان بكره يقتلوه يا زلمه، من شان بكره يفنوا عيلته، شو هالحكي يا زلمه؟ بدنا نبيع ابننا يا زلمه، شو هالحكي يا رجل؟ ويكون سب، خلص سب راحت القصة، بنضيعها بنموعها للموضوع، بس مش نروحوا للزلمة، مش نيجي نزيد الطين بلي. من شان الله يا شباب والله العظيم مش ناقصنا تخبيص، مشايخنا مش ملحقين من ورانا ترقيع. وحياة عرضي أنا شادي أبو عمار خيي، ما بخافش من كلمتي، عبطلع أحكي على العلن، اللي عبسبه عبطلع سبه على العلن، مش عبخاف من حدا. أما باسمي مش عبجي سب وارجع روح تتخبى، ولا ارجع روح اتلطى تحت خيالي. من شان الله يا جماعة خي اعذرونا من شان الله، أما الوضع ما بيتحمل، الوضع ما بيتحمل. إذا ولد بينخدش بسبب تسجيل صوت تسرب من جروب، أي جروب، هي بذمة ادمن الجروب وبذمة اللي سجل على اساس انه عم يحكي باسم اهل السويدة. وسلامتكم.